شيخ محمد عبد الله أحمد فليتفضل مشكورا أنا كان أقترض له موضوع عقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، إلهي ومحدث الله سبحانه وتعالى مجلس كان المساجد كان سبوكا يا كاني سيئ أوروبا فإذا أوروبا تلوحن سبوكا لنا أولا جنا احتكاك في سنة نقدر طلب موضوعا عقيدة وموضوع يدفع رمضان وقلارا وحباني يالله إيا وحنا مدى نقول بكرين هدير مسائش سالقات لكن وحير النبوة جاية صبر سنة إن شاء الله تعالى. نبينا عليه الصلاة والسلام وحو الدين تفافلي لباتني صدح سنة صدح طوال كمد النبي وحو جمع عليه الصلاة والسلام بقالة مكة طوال سنة وحو جمع المدينة شغل أبو قبض نادو النبي وقبت عليه الصلاة والسلام waxay hadintu magaalada Makka joogay aqeedada dadka inuu ka dhisay nabiga kaleey salaatu wasalaam in ilaahay calaamadiisa dadka laga hadlo ilaahay diritaankiisa in laga hadlo wahdaaniyada ilaahay subhanahu wa ta'ala in dadka laga hadlo rususha inay rumeeyaan dadku al-ba'th wa nushur in dadka ilaahay la baro subhanahu wa ta'ala umada ilaahay la baro al-ba'th wa nushur illa soo saari doona in qabri iyo qiyaamah jiraan وحيابها صوتان يا نبي قال عليه الصلاة والسلام مرك النبي عليه الصلاة والسلام ستفترق أمتي 73 فرقة أمتي إذا وحي وكل تجدون تاوي النبي عليه الصلاة والسلام تضوات يسدح فرقة تضوات يسدح أسفر النبي وحي عليه الصلاة والسلام هل حب معنا أنت قلنا أهل النار تاي نبي قال ويدي عليه الصلاة والسلام ومد تطوى دكا كان يسوكل الجنة كجليسة نبي وحير عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه وأصحابي أنا صحابي وحن كل كسرنا هاي العقيدة والدين هو كسرنا هو النبي عليه الصلاة والسلام هذول على العقيدة الأهمية إلى وحي تاي قفوا هذول عقيدة قوة قدوة النبي عليه الصلاة والسلام هي صحابة النبي عليه الصلاة والسلام حليس أيوك سجيا حديث واحد إلى أولي ابن ماجه يا طبعا يا غير كله أو شو يا حافظ البوصيري وصحيح حديث كسبحان الله يا صحابة إلى جندب وعليه هاي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غلمانا حساورا وحنا هنقول يا عيال يرقى وقال كل النبي النجوى عليه الصلاة والسلام وكان يعلمنا الإيمان قبل القرآن نبي قوين توصل القرآن كما مرين كورا يقول نبي عليه الصلاة والسلام إيمان يا عقيدة يا وحياوات يا سبحانه وتعالى أي النبي نبري ثم يعلمنا القرآن مركز كبعد أي النبي نبري قرآنك فاستدنا به إيمان القرآن وحكو سياسة الإيمان وعد كده ليس حديث كاس حكى سوق السلية وأنكم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان عيالك واحد بحثان ما أنت قرآنك أنت أن عقيدة بريكوها وكوية ذلك يضطر مركز جبلي وعد كده ليس حديث كاس أهلية إيمانك إله الرمين سبحانه وتعالى هي عقيدة وإله هاي والنبي مسيدر عليه الصلاة والسلام حتى ينفس القرآن كبرنكار إن عقيدة إيمان كذبت لقد السجرين عقيدة مركب حقوق يسنتها وجوه فرمضان بالواقع الله عقيدة وجوه أسماء برنا عقيدة الواقع الله حاكم ده مباحث فرمضان بإله هاي مباحث تأصبنا الرعاقب وين وقوة إمام كوين أبو حنيفة وحليه يا رسول الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكام إلا فهم الله برتع عقيدة الدين تدين تفقر
إسكالسون سيداس درت الكتاب في عقيدة أول بحي الفقه الأكبر فقه قوي عقيدة اسمك علماء تكالله يا مباحث فربنا الله مباحث الله روح كمده ما يتعلق بالله إله سبحانه وتعالى وحده تعلق وحده سبحانه وتعالى يقين كل السمعيات أو حياة أحاديث آيات إلهي كل ما سبحانه وتعالى وأن نكرر إلى رميناه مركي إلهي لقاه سبحانه وتعالى قفك مؤمن كوحا إنه إلهي رمي سبحانه وتعالى سنتي النبي عليه الصلاة والسلام جبريل مركي ما الإيمان إيمان حال جبريل ويدينا عليه الصلاة والسلام قلوا أن تؤمن بالله وإن إلهي رمي سبحانه وتعالى إلهي ينظر ما يسمرك محاورة سجلتان كيس إن أرغبت ضرط إلهي سبحانه وتعالى ووجودك إلهي إن أرغبت إلهي وإلهي في الله الشك في وجود الله الشك جلتانك إلهي ما وحشت فيها بجرة خفك مؤمنك وعلى الرواية وقال جلتانك إلهي سبحانه وتعالى وحشك لكم جران وحكم إيمانك إلهي للربين سبحانه وتعالى إلا الرمائي والعقيدة إن إلهي إلهي سبحانه وتعالى إن هي القديم الباقي إلهي سبحانه وتعالى قديم إن إلهي الله مريح وقديم إن إلهي ومخلوق ودنكه الرئي إلهي سبحانه وتعالى إلهي باقي هي إن العقيدة إلهي هي القرآن وحب كله هي هو الأول والآخر وآية القرآن سورة الحديث بجدة آية أسمركم فسرها ابن جرير الطبري عليه رحمة الله وإليه هو الأول قبل كل شيء بغير حد إلهي سبحانه وتعالى وعلى أول مرة قبل كل شيء كست إلهي بكور سبحانه وتعالى بغير حد الآن سيهد الآن مركز إلهي حد الله سبحانه وتعالى هذا نمرها بالله ومرين في سنة حد مرها إلهي سبحانه وتعالى ومالك يصاب الأبتين من نمرها والآخر بعد كل شيء إلهي سبحانه وتعالى ومد آخر وباقي نقنيا بعد كل شيء كستك بعد بغير نهاية رمضان وعليه ابن جرير الطبري عليه رحمة الله وإنما قيل ذلك كذلك وحاسد سلويري لأن الله كان ولا شيء سواه موجود إلهي سبحانه وتعالى وجيري جري أيضا عدنا سقاها ليس جري عدنا سقاها ليس جري هو إلهي جري سبحانه وتعالى سلاس درتك وسيدنا الله عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيئا غيره إلهي جري سبحانه وتعالى عدنا سقاها ليس جري النبي عليه الصلاة والسلام وعليه ابن جرير الطبري وهو كائن بعد فناء الأشياء كلها إلهي سبحانه وتعالى موجود أيها هاندونا وجود دونا مركي أشياء لن أي بابان فبعد الله وجود يا سبحانه وتعالى ومولي بس إلهي وجود يا لذلك قال كما أخبرنا الله تعالى سيد إلهي ونرشي كل شيء هالك إلا وجه إلهي وجود سبحانه وتعالى شيء كسلام بابا يا إلا وجهه إلا هو ابن جرير الطبري الذي سأفسر يسأل أسباب المفسر إليه إلا أستغفر من إلهي سبحانه وتعالى وحده يرتوي بابايا آيات كالإلهي وحكوه سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك وعظامنا يا إلهي سبحانه وتعالى بس الجلال والإكرام سلاس درتنا علماء السلف كعقيدة وحين يجري قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء إلهي سبحانه وتعالى هو قديم على قديم أو يورك بلا ابتداء بلا وعن ما يتصل بالأدوار إلهي سبحانه وتعالى دائم بلا انتهاء إلهي سبحانه وتعالى هو الله باقية رمضان وحكم إذا عقيدة الرمضان إلهي لقاها سبحانه وتعالى صفات كيسة كاملة مخالفته للحوادث وفق مؤمنك وحواجب إلهي واجب إنه كعقيدة إنه إلهي مخلوق خلاف سيئة مخالفته تعالى للحوادث إنه إلهي مخلوق خلاف سيئة سبحانه وتعالى إلهي إليه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وحرمنا إلهي بجنا سبحانه وتعالى إلهي
waxaa laga warinayaa xadiidka saxaabiga la yidhahdo Ubay ibn Kacb Ubay wuxuu leeyahay إن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنصب لنا ربك قالوا لي ما تبقوا هذا المشركين تعال مركز سوى إلى رسول الله إلهي عابده نوبة أبترارت أنصب لنا ربك فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Ubay ibn Kacb yiri marka sidaas weydiiyay Ilaahay waa wuxuu soo dejiyay qul huwa Allahu ahad waxa tiraahdaa Nabi Muhammad Ilaahay waa mid kaligiisa subhanahu wa ta'ala oo waxa tirisa ma balaha waa kaligiisa Ilaahay subhanahu wa ta'ala Allahu samad Ilaahay waa mid samad Ubay ibn Kacb wuxuu leeyahay qaala alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad Ilaahay waa samad وحنا ما دلين لوانا دلين ولم يكن له كفوا أحد وحي إلهي كفوا وبيت كمان مجنى الله سبحانه وتعالى ولا شيء يولد إلا سيموت وعليه وابن كعب صحابك شيء يجري ولا دلين إلا ودمنيا ولا شيء يموت شيء دمنيا يجري إلا سيورث إلا هو دحل يا ولا إله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يمت ولم يلد إلهي لما أنقذ سبحانه وتعالى ما نبغى يمر ودحل إلهي سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد إلهي وحو كفا مجر ولم يكن له شبيه ولا عدل لي وحي إلهي شبه مجر المخلوق روى خلاف زي الله سبحانه وتعالى وحو مجر إلهي سبحانه وتعالى وحل عدل يورد من مجر ليس كمثله شيء وحلم من الإله مجرا إليه سيدوك عبد الله بن عباس يقول لي قل هو الله مركز سوى مسؤول في مركز كان حديث ورينا يبدأ هامي من حجر كنا لي هو حسن يهودي بعد ما ماذا عليه الصلاة والسلام مركز بيوحي هذا صف لنا ربك الذي تعبده ربك قال عابيه سنوات الماء ورتناصفه إلهي ما هو سدد مركب قل هو الله أحد إلهي ما متكلميس آيات قل هو الله أحد معنى وين بكفة نساء وآي سورة أنه حكى الله سائل إلهي مخلوق خلاف سيئة سبحانه وتعالى مخالفة للحوادث بيكم يتبكى الله سائل عبد الله بن عباس يقول لي لم يلد كما ولدت مريم إلهي محمد عليه سبحانه وتعالى سيدة آيات إنسان نصارى وعيسى قال مريم أي وحنا شو كلا تصوم يسنا صاروا وحي ربطا نبي عيسى ابن الله وياه إلهي آياتنا بسورة بقول دي إلهي وحنا وصلنا كما ولدت مريم سوى وحنا شو كلا ولم يولد كما ولد عيسى عيسى وانا وقرنا إلهي وحنا سبحانه وتعالى نبي عليه الصلاة والسلام حديث بخاري بيقول يا عائشة نبي كوري عليه الصلاة والسلام وعيت عائشة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على سرير نبي قال له مدح وقال لي مركز مركي لقحي فكان لا يقرأ في الصلاة إلا قل والله إلا بقول والله أحد صلاة كمسنا أخرين جرين فاتحدث بعد إلا قل والله بسك أخرين كذا يدك أخرين صحابة بيقولوا الله صلينا عنداس مركز صلى الله عليه وسلم وحي رادين نبي قبل شيء عليه الصلاة والسلام نبي إلهي من كانوا مركز توحنا آخرين جرين قل هو الله أحد نبي قبل مركز عليه الصلاة والسلام سلوك لما يسمع ذلك ويديه مروح على التسمينين وحاول كلامته إذا كان هذا ويديه من كذا لو ويديه مركز بقول إنها صفة الرحمن آيتان سورتان وصفة إلهي سبحانه وتعالى وتلمان إلهي وهي كهر ليس آية إلهي وحكم خلاصية وحول أجل سنجرين وحول من أين سنجرين فإني أحبها وأجعل بي نبي محمد عليه الصلاة والسلام فأخبروه إن الله يحبه وش يا إلهي يجعلها سبحانه وتعالى إنه إلهي يجعلها قف مرة تنزيها إلهي سبحانه وتعالى يا إلهي كمان فنانتي سقوط على إلهي ما جعلنا سبحانه وتعالى وش يا إلهي يجعلها النبي عليه الصلاة والسلام سيدة سورة قل والله
أعظم آية في القرآن سماه معي كان على مدى الله سبحانه وتعالى سيداس درت وحا الرباء وحا واجب أن نقف عقيدة مخالفته تعالى للحوادث إنه إلهي خلافسية مخلوقة وصل مخلوقة شبهين وصنوع كان الشيخ وإلى حافظك وإلى سلفك إسحاق بن راهويه وحيري من وصف الله وفك إلهي تلمام سبحانه وتعالى فشبه صفاته بصفات خلقه تلمامه سنة تلمامه خلقه هو كيسية فهو كافر بالله العظيم إلهي بقال سبحانه وتعالى وأصل الإيمان كمتا قفكم إنه إلهي سبحانه وتعالى تنزيه إلى اليوم الإمام الضحاوي عليه رحمة الله تعالى شيخ ويناي سلف قال وسيلها ومن وصف الله معنى من معاني البشر فقد كفر قفك إلهي كتل مع سبحانه وتعالى معاني البشر ككمل دينته كما حاول قالوا علماء وحي كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك وح الله عليه وحي قلبك بصدع أو صورة يستبع إلهي هو خلاف سيئة سبحانه وتعالى علماء السلف لا تغلبه الأهواء ولا تدركه الأفهام إلهي وهميالك عقله ومقالا سبحانه وتعالى فهميالك إلهي مقالا سبحانه وتعالى إلهي وحاسب له وكوفية مركب الله يروح على الوباء هاي إلا اسكئل اليوم وعكمل عقيدة والرواية اللي آمنوا إلهي سبحانه وتعالى رمينتي سكملة إنا رميسه إلهي سبحانه وتعالى الحي القيوم إنه إلهي سبحانه وتعالى الحي القيوم إلهي سبحانه وتعالى هو حي وتوكل على الحي الذي لا يموت إلهي وسيد وحتى وصارت اللي حي قاعد بمني مخلوق غنن وأنه لي سمان هدرته أو وقع بمني مرك إلهي سبحانه وتعالى حياة كاملة دائمة مستمرة ليس لها حد ولا أمد وحده ماذا عليه إلهي بسفيسيه سبحانه وتعالى القيوم هو إلهي سبحانه وتعالى روح الأمة بالتدبير خلقه سئنه معموله هي حفظين تودو إلهي معموله سبحانه وتعالى وقيوم إلهي سبحانه وتعالى غني عن المخصص والمحل إلهي وكد يقتويها مخصص وحسي خاص يا محل بإلهي وكد يقتويها إلهي سبحانه وتعالى وكل آية قرآن والله الغني وأنتم الفقراء إلهي وفضل وغني أدونكم الفقراء آياته وحكم صفات إلهي سبحانه وتعالى الرواء إلا الرواية إلهي قادر مريدية بالقادر وقدر له والله على كل شيء قدير وحكست إلهي بأوضه سبحانه وتعالى وحكست أوضون إلهي بأوضه سبحانه وتعالى إلهي المريدية فعال لما يريد وحقوضون إلهي سبحانه وتعالى ومدك السمعين بدل وحقوضون وحن هنا دوغا كمان عنه وحديث 40 كويلي نبي وسير عليه الصلاة والسلام ولو اجتمعت الجن والإنس على أن ينفعوك بالشيء لم يكتب الله هذه إنسي الجن قلتن هذه اسكوي مادان اسكو تقال إليك وأنفعانا كتاب واحد إلهي الدونين وصنقوق قرن واحد إلهي كل الدونين وصنقوق قرن لم ينفعوك كوما أنفعي كران مخلوق قلتن هذه اسكوي مادان أن يتحرك ذرة دور عسو إلينا مغادية وعاش إنتا نمرض لها دور عسو أما قرانجو إلينا مغادية أن إله الدولين سبحانه وتعالى لم يستطيع ذلك ما هو ذا الناس إله مغادية معه سبحانه وتعالى وحكمنا صفات الرب إله المنتي سكمل إن إله سبحانه وتعالى إنه العليم إلى الرميس عليم والله بكل شيء عليم إلهي سبحانه وتعالى شيء كستوى بها الله سبحانه وتعالى وحكسته إلهي بها سبحانه وتعالى يعلم ما في البر والبحر وحبرك كجرة يا وحبد كجرة يا وحكسته إلهي بها سبحانه وتعالى إلهي يعلم السر وأخفى إلهي بها وحسرته يا وحكسي قرصان حتى هدي أهلك الدارس أنت نادر سماق المسان حتى قابل سوى حسريسته إلهي وهو سبحانه وتعالى وحكسي قرصون فمحيطة وحي نفتح على كل شيكيسته إيا وحا كسي شيكيسان دون تحت عن قلبي قالوا ولي كسي دعين إلهي وهو سبحانه وتعالى وحكسي قرصون حدي مركع عقيدة ويقعد السنتهاي
calimnimada ilaahay qalbigaaga ay ku weyntahay wax badan baa kuu fududaanaya waxaa ka mid ah qofku markuu xumaan sameynaya hadda waxbaa maagta inaad khiyaamaysid ama aad xadid ama aad macsi kala samaysid qalbigaaga hadday ku jirtood aaminsan tahay anna allaha yaclamak ilaahay inuu ku og yahay awoodu meelid aad ku samayso laakiin marka aad xumaanta samaynaysa waxaad iloobaysaa ilaahay cilmigiisa subxaanahu wa tacaala iyo inuu ku og yahay iyo inuu xaaladaada ku sugnaado waxaa daliil ah hadda meel dadku arkayaan qofku xumaan uu ku samayn karaa maya waa lagu arkayaa isleeyahay laakiin haddaad meel gaara noqoto xumaan qofku wuxuu rabo iska sameeyaa inta badan haddii qofku marka iimaanku ka dhisan yahay oo caqiidadu ka dhisan tahay oo ilaahay calimnimadiisa uu qalbiga ku hayo waxay taasi ku jirabaysaa ku kallifaysaa inuusan waxba xumaana samayninba inuusan wax xumaan qabin ilaahay meel kasta ilaahay uu ku og yahay subxaanahu wa tacaala waxaa ka mid ah caqiidada rabo in ilaahay subxaanahu wa tacaala laga aamin ina allaha samiicun basiir wax kasta ilaahay subxaanahu wa tacaala waa samiic basiir ah mid maqal badan oo arag badan waa ilaahay subxaanahu wa tacaala wax kasta ilaahay wuu arkayaa subxaanahu wa tacaala wax yar iyo wax weyn iyo wax badan iyo waxaas waa ilaahay u arkaya waa samiic oo wax kasta uu maqlaya haddaad istiraahdo qofkaas maanta wax ka sheeg kuma maqlaye allahu samiicun basiira arrintaada la socda ogow haddaad marka aaminsan tahay oo qalbigaaga ay ku weyn tahay ilaahay inuu samiicun basiir yahay oo meel kasta uu kugu arkayo meel kasta uu kugu og yahay sidii markaa dadka ku dhex jirta aad ilaahay u caabudayso si ka darna ilaahay u caabudaysa subxaanahu wa tacaala khalqigoo dhana waxay ku noqonayaan waxaan jirin oo kaleeto haddaad khaalid tahay iyo haddaad joogto dadka dhexdiisa intaba ilaahay subxaanahu wa tacaala isku sibaa u caabudaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala marka waxaa la rabaa qofku inuu qalbigiisa waxyaabaha iimaaniyaadka ah uu aad ugu kallifo waxaa ka mid a waxyaabaha ilaahay subxaanahu wa tacaala rumayntiisa ka mid oo in la rumeeyo la rabo sifaadka ilaahay ilaahay inuu kaliim yahay mutakallim inuu yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wa kallama allahu muusa takliima ilaahay nabi muuse wuu la hadlay subxaanahu wa tacaala markii maryamo ilaahay baa ammaanayay muxuu ku ammaanay wasadaqat bikalimaati rabbiha waxay rumaysay kalimaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala marka walaalayaal waxaa la rabaa in caqiidadana an tu'mina billah inaan ka dhisannahay ilaahay subxaanahu wa tacaala rumayntiisa inaan ka dhisannahay waxaa ka mid ah iimaanka rususha ilaahay inaad rumaysid subxaanahu wa tacaala rususha ilaahay kullun aamana billaahi markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala muuminiinta iyo uu ka soo hadlay wuxuu yidhi kullun aamana billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi mid kastoo wuxuu ka mid wuxuu rumaysan yahay malaa'igta ilaahay iyo kutubtiisa iyo rusushiisa iyo maalinta aakhira rususha marka rusushu waxa weeyaan binu aadam bashar ah oo rijaal ah oo axraar oo ilaahay uu soo diray u waxyooday bay ahaayeen waxa u waajibtay marka rususha sifaad bay ayagoo laftooda lahayd u waajibay oo iimaanka in la rumeeyo ay ka mid tahay waxaa ka mid ah rusushu waxay lahaayeen al-amaana was-sidq dad run badan bay ahaayeen rusul ilaahay subxaanahu wa tacaala ammaanana badan oo aad u ammaano badan ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala walow taqawala calayna bacda alaqaawiil la akhadnaa minhu bilyamiin hadduu nabigu nagu oraax samaysan lahaa uusan run sheegi lahayn awood baan ku qaban lahayn yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala awood baan ku qaban lahayn uma laqadacnaa minhu lwatiin halbowlaha watiinka la ilaha markaas kabacdi jarle rususha ilaahay marka waxaa u waajibtay alsidqu waalamaana waxaa kaloo rususha ilaahay u waajibtoo ka mid ah التبليغ إنه جارسيين وحنا لصام ردتكان iyo fadaano dhub in dad aqli badan lahaayeen oo markay qofka mulxidka ka hor yimaadaan ee xujada in la badalsiin jiray waxa kamid ah nabiyullaahi ibraahim alayhi salaam xaaja ibraahim aayadda quraanka ah fi rabbi ana ta'ala al-mulk ninkaas markuu ilaahay subhanahu wa ta'ala u yiri ibraahim wuxuu la dooda gaalkii wuxuuna kula dooda ilaahay ibraahim wuxuu yiri rabbi alladhi yuhyi wa yumiit ilaahay gaana aan kugu yeerayaa waa midka wax nooleeyo waxna dila قال كبير أبي وأمي أنا وحبان دولا وحبان ولا يا وحنا وادلاي لوانا حاسين كجرت من السيدة من الدين مركز محيري إن الله يأتي بالشمس من المشرق إلى قرع الحق وكنا فأتي بها من المغرب حق بري مكين قلبات مكين كرتاي ورادو فبهت الذي كفر كي قالوا روا ولا وركي سيدة سمسا أنبياء الإلهي مركوا واحد عقل بدن
oo xujada inna la ku oogi jireen dadka la dooday waxyaabaha in la rumeeyo markay waajibka tahay waxa kamid ah waxyaabaha samciyaadka la yiraahdo waxa kamid ah malaa'ikta ilaahi subhanahu wa ta'ala in la rumeeyo inay yihiin adooma ilaahi la yacsuuna allah ma amar ma yafcaluna ma yumrun adooma ilaahi subhanahu wa ta'ala uu iska leeyahay oo wixii ilaahi uu amrana caasinin wixii la amrana sameynaya bisniyiin waxa kamid ah waxyaabaha la rumeeyo waxa kamid ah qiyaamaha maalinta yawm al-aakhirah lixda iimaanka ay ku jirtaa in la rumeeyo waa waajib oo qofku uu caqiideeyo waxa kamid ah waxyaabaha la rabo in la caqiideeyo cadaabul qabriga ayaa kamid ah oo waxa kamid ah munkarka iyo nakiir iyo su'aasha qabriga iyo wax ahadiita nabiga uga timid kaleey salaatu wasalaam hadii marka aad iimaan leedahay oo rumayso waxa nabi maxamed uu sheegay kaleey salaatu wasalaam oo ahadiistu ay sheegto qaybka aad rumayso aad rumayso in munkar iyo nakiir laba malaga leeyahay qabriga ay kugu su'aalayaan waxaad ku qasban tahay inaad jawaab u diyaarsato waxay ku weydiinayaan sida nabigu sheegay kaleey salaatu wasalaam man rabbuka wa ma diinuka wa ma nabiyuka waxa kamid ah waxyaabaha la rabo in la rumeeyo oo nabigu sheegay kaleey salaatu wasalaam xawdka nabiga kaleey salaatu wasalaam suurada ma ka hadlaysa inna a'danaaka al-kawthar suratul kawthar xawdka nabiga ka hadlaysa kaleey salaatu wasalaam marka ikhwati fillah aqeedadu waa shayga ugu muhiimsan oo qofku uu ku badbaadi karo aqeedada waxa la yiraahdaa ilmu naafi ilmiga qofka anfacaya qofku haduu aqeedadiisa ay saxiix tahay wixii dunuub waa ka dhaca taxta mashii'ati Ilaahi mujtahid laakiin qofku haduu aqeedada ka halaabo wax dambo amal oo laga aqbalaya ma jirto العلم النافع هي العقيدة عقيدة أنا أقول قولي هذا وأستغفر